انا اسمي احمد مختار. انا بتشرف ان انا مع حضرتك النهارده. اهلا بحضرتك، انا الشرف ليا. وتوبيك وحديث مهم جدا 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 عن فكره الكارير شيفت او اوكي. تغيير المسار المهني. خلونا نبريف كده، انا مين وبعمل ايه. انا اسمي احمد مختار، اتخرجت اشتغلت صيدلي اه. زي اي حد اتخرج من كليه صيدله، فهيخرج على طول يشتغل في مجال الدعايه الطبيه او يشتغل صيدلي. اوكي. ولكن بعد فتره من الزمن قررت او فكرت ان انا مش الكارير او الشغف بتاعي او المهنه اللي انا عايز اكبر فيها هي الصيدليه، امم. ولكن ان كنت بحبها جدا 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 جدا. ولكن قلت انا محتاج اشتغل في حاجه تنمي الشغف بتاعي، اوكي. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي ممكن عائد مادي احسن، بالظبط. وفي نفس الوقت قدراتي استغلها احسن استغلال. مم. وده السكرت اللي خلاني او السر اللي خلاني اغير الكارير بتاعي. بدات اخد كورسز خاصه او دورات تدريبيه في مجال التدريب والتطوير من اكبر الاماكن الحمد لله. وبعد كده خدت الكارير بتاعي بقى في مجال التدريب والتطوير، ثم مم. تطورت ان انا امسك بزنس او شركات ازاي نطورها في مجال الاعمال وفي مجال التدريب والتطوير والتسويق، لحد الحمد لله ما يعني